تصحيح صورة الإسلام في أعين الغرب وجذب أنظار العالم نحو القرآن الكريم هدف وضعه فنان سوري نصب أعينه منذ أعوام. تصميم أكبر مصحف خشبي في العالم هو مشروع يسعى السوري رياض الراضي إلى تسجيله في موسوعة جينيس العالمية. هذا المشروع يعد الأول من نوعه بالعالم. الهدف منه إيصال محتوى القرآن الكريم للشعوب الناطقة بغير اللغة العربية، ولفت أنظار العالم لكتابنا العظيم، ونبين للعالم أنه ديننا دين تسامح، دين محبة. المشروع هذا كمان راح يدخل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية إن شاء الله. مجرد أنه ما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكيد العالم كله راح يلتفت أنه شو هالكتاب هذا اللي دخل موسوعة جينيس، فراح يتعرفوا على الكتاب إن شاء الله. لم يمنعه الابتعاد عن وطنه والنزوح إلى الأردن من استكمال تحفته الفنية، والتي بدأت فكرتها تلوح في الأفق منذ عام 2005. وبعد سنوات من البحث استطاع الراضي أن يستغل أقل الإمكانات المتاحة أمامه في ورشة نجارة لأردني آمن بالمشروع، ليصمم ألواحا خشبية عملاقة بارتفاع 3 أمتار لكل منها. تنحت حروف القرآن الكريم على تلك الألواح ليستغرق كل منها شهرا كاملا لإتمامه. الراضي يتوقع أن يبلغ الوزن النهائي للمصحف الخشبي بعد الانتهاء من تصميمه نحو 33 طنا بتكلفة كلية أكثر من $1.5 مليون، ما دفعه إلى مناشدة رجال الأعمال والمنظمات المدنية إلى تقديم الدعم والتبرعات لمشروعه، والذي ينوي ربطه بنظام إلكتروني وعرضه على شاشات رقمية بعد ترجمته إلى لغات متعددة. وزن الصفحة الواحدة راح يوصل تقريبا حوالي 100 كيلو ويزيد طبعا أكثر من 100 كيلو. إجمالي القرآن راح يوصل فوق 33 طن. العمل تبعه حيصير على نظام ميكانيكي إلكتروني عن طريق شاشات عرض. راح تركب شاشات عرض بلازمة بقاعة العرض مشان يترجم لكافة لغات العالم الأساسية. طبعا احنا الصفحة الواحدة بالوقت الحالي عم تأكل معنا ما يقارب الشهر. الإسلام هو دين التسامح والمحبة. انطلاقا من هذه العقيدة يؤمن رياض الراضي بقدرة مشروعه على تغيير صورة المسلمين المغلوطة في أذهان الغرب كخطوة أولية على الطريق الصحيح. $. تصحيح صورة الإسلام في أعين الغرب وجذب أنظار العالم نحو القرآن الكريم هدف وضعه فنان سوري نصب أعينه منذ أعوام. تصميم أكبر مصحف خشبي في العالم هو مشروع يسعى السوري رياض الراضي إلى تسجيله في موسوعة جينيس العالمية. هذا المشروع يعد الأول من نوعه بالعالم. الهدف منه إيصال محتوى القرآن الكريم للشعوب الناطقة بغير اللغة العربية، ولفت أنظار العالم لكتابنا العظيم، ونبين للعالم أنه ديننا دين تسامح، دين محبة. المشروع هذا كمان راح يدخل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية إن شاء الله. مجرد أنه ما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أكيد العالم كله راح يلتفت أنه شو هالكتاب هذا اللي دخل موسوعة جينيس، فراح يتعرفوا على الكتاب إن شاء الله. لم يمنعه الابتعاد عن وطنه والنزوح إلى الأردن من استكمال تحفته الفنية، والتي بدأت فكرتها تلوح في الأفق منذ عام 2005. وبعد سنوات من البحث استطاع الراضي أن يستغل أقل الإمكانات المتاحة أمامه في ورشة نجارة لأردني آمن بالمشروع، ليصمم ألواحا خشبية عملاقة بارتفاع 3 أمتار لكل منها. تنحت حروف القرآن الكريم على تلك الألواح ليستغرق كل منها شهرا كاملا لإتمامه. الراضي يتوقع أن يبلغ الوزن النهائي للمصحف الخشبي بعد الانتهاء من تصميمه نحو 33 طنا بتكلفة كلية أكثر من $1.5 مليون،
ما دفعه إلى مناشدة رجال الأعمال والمنظمات المدنية إلى تقديم الدعم والتبرعات لمشروعه، والذي ينوي ربطه بنظام إلكتروني وعرضه على شاشات رقمية بعد ترجمته إلى لغات متعددة. وزن الصفحة الواحدة راح يوصل تقريبا حوالي 100 كيلو ويزيد طبعا أكثر من 100 كيلو. إجمالي القرآن راح يوصل فوق 33 طن. العمل تبعه حيصير على نظام ميكانيكي إلكتروني عن طريق شاشات عرض. راح تركب شاشات عرض بلازمة بقاعة العرض مشان يترجم لكافة لغات العالم الأساسية. طبعا احنا الصفحة الواحدة بالوقت الحالي عم تأكل معنا ما يقارب الشهر. الإسلام هو دين التسامح والمحبة. انطلاقا من هذه العقيدة يؤمن رياض الراضي بقدرة مشروعه على تغيير صورة المسلمين المغلوطة في أذهان الغرب كخطوة أولية على الطريق الصحيح. نهاية هذه الجولة.